السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. مجلس محافظة كركوك وإدارة الجلسات واللجان التي شكلت لمتابعة عمل الإدارة ولإدارة الشؤون في محافظة كركوك. هناك الكثير ممن يتهم المجلس بأنه يهمش بعض القرارات، وهناك من يتهم الإدارة بعدم إنصافهم في المناصب التي أعطيت لهم. هناك أيضا انقسام داخل المكونات نفسها، وأيضا المكونات تتهم الإدارة والمجلس بتهميشها، وهناك غبن، وهناك على الطرف الآخر من يرى أنه استحقاق انتخابي والجميع أخذ استحقاقه. وفي كل هذه الكفة هناك كفة أخرى، وهي كفة المقاطعين وشروط المقاطعين لكي ينضموا إلى مجلس المحافظة وأيضا إدارة الجلسات لخدمة ناخبهم. كل هذه المحاور وهذه الأمور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو: السيد هداية طاهر، نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. وأيضا السيد نجاة حسين، عضو مجلس محافظة كركوك السابق، حياك الله حجي نجاة وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. مرحبا، شكرا. خليني أبدي وياك سيد هداية. اليوم اكو اتهامات قد توجه للاتحاد الوطني الكردستاني كون انه لم يمضي بالقرارات التي تم الاتفاق عليها والتي بموجبها تشكلت الإدارة الحالية لمحافظة كركوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي ضيفي حجي نجاة كل مساء. تحياتي لكل المشاهدين. حياك الله. قضية كركوك مثل ما تعلمون بأنه كركوك خلال 18 سنة ما صار به انتخابات مجلس محافظة. نعم. يعني حقيقة هذا الفراغ أثر كثيرا على كل الجوانب المهمة في كركوك، سواء كانت الجوانب الإدارية أو الخدمية أو السياسية. بالتأكيد يعني كل الصراعات اللي كانت موجودة خلال كل هذه الفترة سببها أنه لم تكن هناك انتخابات لانتخاب مجلس جديد يعمل في كركوك. نعم. بوجوه جديدة. احترامي إلى كل أخوان اللي كانوا موجودين أعضاء مجلس، لكن هم لا حول ولا قوة بحكم القانون بقوا هذه الفترة الطويلة. يعني كان هناك عراقيل كثيرة لحسم هذا المسألة لإجراء انتخابات مجلس محافظة. يعني هناك كانت يعني حقيقة هاي الحجج كانت غير كافية لعدم إجراء هذه الانتخابات. لكن مع هذا بعد أن اتفقوا على إجراء هذه الانتخابات في العام السابق، بالتأكيد كان نقطة مهمة، نقطة تحول مهمة في كركوك. وبالتأكيد أهالي مدينة كركوك كانوا متحمسين جدا لانتخاب أعضائهم ممثليهم بحكم غياب كل هذه الفترة اللي حكيت عنها. نعم. وبحكم أنه كركوك كان بحاجة إلى هذا المجلس. رأينا مثلا كان هناك 7 سنوات كركوك كان بدون مجلس يعني عمل مهم جدا. نعم. إضافة أنه يمثل أهالي مدينة كركوك. أيضا من الناحية الرقابية هي الرقيبة على عمل الدوائر وإدارة المحافظة، وأيضا يعني تشريع بعض المسائل اللي هي في خدمة المواطن. فلهذا رأينا حتى في الانتخابات كركوك كان أعلى نسبة مشاركة كان في كركوك من حيث المشاركة في الانتخابات. هذا كان نوع من التحمس لدى أهل مدينة كركوك. وفازت 6 قوائم في كركوك، يعني 5 إضافة إلى الكوتا، 6 قوائم فازت في الانتخابات بعضوية مجلس المحافظة. هناك استحقاقات. نعم. لا يمكن أنه إهمال هذه النقطة. يعني صحيح أنه كركوك مدينة حقيقة لها نوع من يعني تفاضل على بقية المحافظات، وبحكم أنه المكونات الموجودة في كركوك كما كان يسميها الرئيس الراحل الأستاذ مام جلال
بين شجرة الوردة أو نعم. عراق مصغر. في هذه النقطة سيد هداية، عذرا المقاطعة، البعض هنا حتى أصبح يطالب بما تطرق إليه وما أسس له فقيد الأمة الرئيس مام جلال بتقسيم النسب 32%، كون أن اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني هو على رأس الهرم في إدارة محافظة كركوك، فيجب عليه التعامل بالروح الأخوية أو روح الأخ الأكبر في توزيع المناصب. ما ردكم على ذلك؟ هذا الاقتراح كان اقتراح جميل ومهم جدا في نفس نعم. الوقت، فيه نوع من العدالة الاجتماعية وعلى كل المستويات. أستاذ مام جلال يعني كان رأيه أنه يكون قضية 32% على كل المستويات، يعني حتى مستوى التوظيف، يعني نسبة الموظفين في كركوك هناك أرقام متفاوتة بين المكونات. نعم. يعني حتى بين أخوة العرب يعني أكثر من 57% هم مستولين على كل الوظائف والموظفين في إدارة المحافظة، البقية للتركمان والكرد. نعم. وهذا حقيقة هذا ليس فيه عدالة. فمام جلال فكر في ذاك الوقت وحاليا حتى إذا يعني هذا الاقتراح يعني يطبق هو في خدمة أهالي مدينة كركوك. نعم. وهذا ما نتمناه سيد هداية. خليني ناخذ الجانب الآخر مع السيد نجاد. طبعا خصصنا في الحلقات السابقة وكنا دائما ضيوفي هو ما بين المكون العربي وأيضا كيف المكون العربي أخذ استحقاقه أم لم يأخذ. نحاول في هذه الحلقة سيد نجاة أن نرى وجهة نظر التركمان، أو حتى طبعا اتصلنا بالجميع من قبل الجبهة التركمانية، اعتذروا عن الحضور، تحياتنا لهم، والجميع البرنامج مفتوح أبوابه وحق الرد مكفول للجميع. لكن هناك نوع من الغموض حول الموقف التركماني، أو أكثر من موقف يشتت المواطن والرأي العام. هل أن التركمان بشكل عام هم مع الإدارة الجديدة؟ هل مع الإدارة مع تحفظ؟ هل هم مقاطعين؟ اليوم التركمان أخذوا بعض المناصب والبعض الآخر يقولون من ذهبوا لن يمثلون. وضح لنا الصورة سيد نجاة عن المكون التركماني. نعم، سلام عليكم. يعني طبعا الانتخابات الماضية أفرزت حقيقة بأنه التركمان متمثلة بعضوين. نعم. والعضوين من الجبهة التركمانية، ولذلك أصبح الأمور بيد الجبهة. ولكن المشكلة أنه في الجبهة هناك انشقاق. نجد أنه أحد الأخ أحمد رمزي تابع للأستاذ أرشد الصالحي، والأخت سوسن تابع للأستاذ حسن توران. نعم. ولذلك الخلاف بين الشخصين والطرفين انعكس سلبا على أداء العضوين في مجلس المحافظة وعلى المناصب أيضا. نعم. أو استحقاق. نعم. المكون. المشكلة تبدأ من هنا. نعم. هذه أولا. ثانيا المقاطعة، أنا سبق وأن قلت وأكرر أكثر من مرة، مرتين ثلاثة، أنه نحن التركمان يجب أن لا نفكر بالمقاطعات نهائيا، لأنه جربناه عام 2007 قاطعنا سنة ونصف وحرمت المكون التركماني من كثير من الأمور. لماذا؟ لأننا مقاطعين. مجلس المحافظة مجلس خدمي وليس سياسي. المفروض ممثل كل مكون أن يستميت ويقاتل من أجل أن يكون في موقعه في محله لأداء جيد في خدمة أبناء مكونة وأبناء كل محافظة كركوك. المفروض هكذا. أما المقاطعة الآن مرت على الانتخابات أكثر من 8 أشهر تقريبا، وأكثر من شهرين وربما 3 على مقاطعة الكتلة التركمانية رسما وتقديم شكوى في المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية لماذا تؤجل القرار؟ نعم. شهر، شهرين، أسبوع، أسبوعين، وهكذا. لماذا؟ لأنه المحكمة الاتحادية عادة مو الآن القضاء العراقي هناك قضاء ضد الجرائم، ضد هذه ما بحاجة، القاضي يحكم. ولكن بعض الأمور في المحكمة الاتحادية مثل الطلاق القاضي لا يتسرع في إطلاق القرار، لإعطاء فرصة سنة. نعم.
عسى ولعل يتفاهمون يحلون الخلافات وهكذا. وكذلك المحكمة الاتحادية يؤجل ويؤخر ويماطل عسى أن يصل المكونات وخصوصا المكون التركماني إلى طريق أو إلى حل أنه يجب عليه المشاركة. أنا رأيي الشخصي، لأنه كما قلت عضوين من الجبهة التركمانية وأنا لست من الجبهة، أنا أعطي رأيي كخبرة أكثر من 13 سنة عضو مجلس ما هو دوره، كيف يستطيع أن يقدم خدمة لمكونة. المفروض أن يشاركوا في الاجتماعات والحضور مع التحفظ وانتظار قرار المحكمة. أنا أشارك وأخذ دوري في خدمة مكوني ومحافظتي وأبناء محافظتي وأنتظر قرار المحكمة. أنا متأكد قرار المحكمة ستأتي مطابقة لما هو موجود. ولذلك المقاطعة قرار سلبي ليست إيجابي. المكون التركماني الآن يشكون يقولون نحن مهمشين. أنا أقول يا إخوان صحيح أنتم مهمشين، ولكن أنتم من همشتم أنفسكم. يجب أن تذهبوا غدا صباحا، المفروض أن يذهبوا ويتحدثوا مع رئيس المجلس والمحافظ، يا إخوان احنا تركمان جينا نستلم مواقعنا مع التحفظ، ننتظر قرار المحكمة بس نشارك. الآن الإخوة العرب والكرد أيضا في مجلس المحافظة لم نسمع من أحد منهم أنه يريدون تهميش التركمان، يرفضون مشاركة التركمان. الكل يدعون التركمان إلى المشاركة، ولكن هم ينتظرون قرار المحكمة. طيب إذا قرار المحكمة سنة طولت، ما هو الحل؟ الحل أن يكونوا حاضرين ويمارسون دورهم وينتظروا. هذه أولا. ثالثا عضو مجلس المحافظة. مجلس المحافظة مجلس خدمي وليس سياسي. المفروض أنا كتركماني أو أنت كعربي أو الأستاذ إدارة ككردي، عندما يذهب عضو مجلس في مجلس المحافظة أن يترك السياسة خلف ظهره. الآن إذا هناك خلافات سياسية بين التركمان العرب الكرد، نترك الحوارات والنقاشات والتصريحات النارية وغير النارية لمسؤولي الأحزاب سواء كان كردية عربية تركمانية. أنا كعضو مجلس يجب أن لا أشغل نفسي بالتصريحات النارية في مجلس المحافظة، لأنه أنا عملي مو سياسي في المجلس، خدمي. صح. أنا كتركماني عندما يكون لدي مشروع أحتاج إلى صوت الكردي والعربي، إذا أنا ليلا ونهارا في جدال وحوار وشتائم وإطلاقات نارية، حوارات تصريحات نارية ضد الكرد وضد العرب، لا أستطيع أن أقدم خدمة لأنه أحتاج إلى توقيعهم وسوف لن يوقعوا. النفس البشرية هكذا، إذا تعاند عاند. نعم. ولذلك أنا ما أرجو، لا أريد أن أقول نصيحة، حتى لو كان نصيحة المفروض أن يتقبلوا رأيي ورجائي من أعضاء المجلس أن لا يتعاملوا كسياسيين في المجلس، أن يتعاملوا مع المجلس كخدميين. أنا في أحد الأيام شيخ عبد الله رحمة الله عليه قتلوه الإرهابيين، كان شيخ عشيرة، تدري عشيرة كبيرة في الحويجة، له دور، كان عضو في مجلس الخدمات. أنا كنت رئيس اللجنة. خرجنا لفحص أنابيب مال مجاري، اعتذر قال أنا لابس عقال وغطرة مو حلوة أطلع أروح. قلت له شيخنا والله أنا لو مكانك ما أرشح كعضو مجلس، أنت شيخ أكبر من عضو المجلس 100 مرة. اللي يشوف نفسه أنه سياسي ورئيس لجنة، رئيس جبهة، رئيس حزب، عليه أن لا يرشح، ليترك الترشيح للناس الخدميين الذين يركضون ليلا ونهارا من أجل تقديم الخدمة. نعم، وهذا ما سوف نتطرق عليه. سوف نتطرق أيضا إلى عمل اللجان في المجلس سيد نجاة والفرق ما بين المجلس الحالي وأيضا المجلس السابق. لكن خليني أخذ رأي سيد هداية. تطرق سيد نجاة حول الفرق ما بين العمل الحزبي وأيضا ما بين العمل الخدمي. هل من يرشح للانتخاب يتحمل هذا الشيء هو الحزب السياسي، كون الحزب السياسي يرشح للانتخابات هم سياسيين سياسيين اختصاص في مجال عملهم، فبالتالي يحسب على الحزب هو ده يرشح أشخاص سياسيين وحزبيين في مراتب عليا من الحزب، وما يرشح ناس اختصاصيين يخدمون. بالتأكيد أنا أوافق الرأي أستاذ نجاة. يعني الحزب إذا يريد يوفق أعضاءه، إذا كان على مستوى مجلس محافظة وعلى مستوى حتى البرلمان العراقي، المفروض يرشح أناس كفؤين، ناس اختصاص،
لهم خبرة إدارية وهم مستعدين لخدمة أهالي هذه المنطقة. يعني هاي الآلية يجب أن يكون موجودة فعلا، هذا أوافق الرأي. لكن مشكلة أنه عدم تواجد بعض الإخوان الأعضاء المجلس حاليا في المجلس أو في اجتماعات المجلس بالتأكيد يؤثر على يعني ناسهم اللي مثلوهم. بالتأكيد يعني أوافق الرأي، يعني هاي تجربة فعلا صحيحة. أنت ما تمثل منطقة أو أهالي ناس قومية معينة، بالتأكيد هم بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى تعيينات، بحاجة إلى الكثير من الأمور. المن يستعينون؟ يعني يستعينون بناس ما يعرفونهم؟ بالتأكيد يعني أشوف الآن الاتحاد الوطني الكردستاني حتى في الحملة الانتخابية وقبل الحملة الانتخابية وبعد نتائج الانتخابات كان مع مشاركة جميع القوائم الفائزة في إدارة كركوك، ولحد الآن الباب مفتوح. سيد هداية، هل الاتحاد الوطني الكردستاني انتقل إلى الخطة باء عندما لم يلتحق الفائزون، التجأ إلى تركمان غير فائزين لكي يكون هناك ممثلين للتركمان؟ بالتالي قد يكون هناك بعض من يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه استغل الانقسام داخل التركمان وجاء بتركمان لا يمثلون التركمان الجبهة الذي هم حصة المكون التركماني. حاليا المبعدين أو هم اللي يعني لحد الآن ما التزموا بالمجلس للأسف، يعني بالسابق رأينا أنه صار كتلتين. نعم، صار كتلتين، كتلة يقودهم حزب الديمقراطي الكردستاني وربما هناك أيادي خارجية أيضا. نعم، لبقاء الوضع في كركوك كما هو عليه. زين، وجود هذا الفراغ الإداري والرقابي وكل هذه الأمور، وبعد حصول انتخابات ويعني أكثر من 8 أشهر بقت الوضع كما هو. لكن هذا الانفراج صار بالتأكيد هو نتيجة تفاهم الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتل والأحزاب التي كانت تتناغم مع رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني. ويعني أعيد بأنه الاتحاد الوطني الكردستاني المقاطعين سواء كان الأخوة التركمان أو العرب أو حتى حزب الديمقراطي الكردستاني، نعم، لحد الآن يعني الباب مفتوح ويقدرون يستطيعون أنه المشاركة في المجلس أو في إدارة المحافظة مثلما حسب الاستحقاقات الانتخابية. المشكلة يعني إلى متى يعني ينتظر الاتحاد الوطني الكردستاني يبقى هذا الفراغ؟ معقولة يعني مجلس بعد أكثر من 10 أشهر زين ينتظر أنه الإخوان على مزاجهم يرجعون للمجلس ويبقون هكذا بدون لجان، بدون رقابة، بدون عمل، والناس تنتظر منهم يعني حقيقة يعني تنتظر منهم أداء، تنتظر منهم خدمة. فبالتأكيد يعني تشكيل هذه اللجان أنا أشوف خطوة مهمة، لكن نعم نحن نحس بأنه هذا النقص يجب أن يملأ. سؤال مهم كاك هداية، يعني آسف للمقاطعة سيد هداية، لو التحق التركمان أو من الجبهة التركمانية وأنتم أعطيتم مناصب لتركمان غير، هل سيتم استبدالهم؟ أم خلص مثلا أكو تحفظ على السيد ياوز نائب المحافظ، تحياتنا له ولجميع من يذكر اسمهم خلال الحلقة وحق الرد مكفول. هل سيتم لو الجبهة التركمانية التحقت ورشحت شخص بدال سيد ياوز، هل يستجيب الاتحاد الوطني الكردستاني أم سيبقى على من أعطاه المناصب؟ شوف أخي، وهذا منصب وحيد اللي لحد الآن مثل ما يقول يعني أعطوه للأخوة التركمان، لكن نعم. السيد ياوز هو عضو بالجبهة التركمانية، والجبهة التركمانية أيضا قالت بعد ما يمثلنا خلاص تمام. ومن يرجعون يقدرون أنه يتفاوضون وفي المفاوضات يحصل كل شيء، لكن المناصب الأخرى موجودة لحد الآن. يعني المناصب الإدارية في كركوك ليس فقط نائب محافظ، والشخص تركماني من أهل كركوك وشاب ويريد يخدم وهو من جبهة تركمانية. فلهذا يعني هاي المقاطعات تأثر، يعني هاي الفراغات تأثر على أداء الإدارة في مدينة كركوك. يعني يجب أن يعوا هؤلاء الإخوان المقاطعين
بأنه هذا الفراغ قد يؤدي إلى نصف شلل. نعم، في الخلاف سوف يجرنا إلى عدم التقدم بالخدمات. خليني نعم سوف أرجع لك سيد هداية. خليني أشوف سيد نجاة قانونيا دستوريا. أنا اليوم سيد ياوز نائب محافظ، أو هناك بعض المناصب استلموها التركمان، التحقت الجبهة التركمانية وقالت خلي نبدل فلان، احنا ما نريده ما يمثلنا بعد. قانونيا هو بقى بالمنصب، قانونيا يقدرون يستبدلوا صلاحية منه؟ صلاحية أعضاء المجلس، صلاحية المحافظ، أم صلاحية الكتلة نفسها تقول احنا ما نريد فلان، هسه احنا اجينا التحقنا خلي نبدله بشخصية أخرى؟ أولا الجبهة التركمانية عندهم مقعدين، نعم، عضوين. اسم أستاذ ياوز قدمت ورشحت كنائب محافظ من قبل أحد الأعضاء، الأستاذ أحمد رمزي هو الذي قدم ورشح، المجلس صوت. نعم، لكن الجبهة أنا اليوم جاي لك. سيد حسن توران يعني نعم جاي لك بالكلام. نعم. إذن عضوين أحد الأعضاء قدم اسم، إذن الخلاف تركماني. المفروض الأستاذ حسن مع الأستاذ أرشد الصالحي مفروض قاعدين ومتفاهمين ومتفقين، ولكن خلاف بيناتهم، فسارع الأستاذ أرشد وقدم المرشح من خلال عضوة أحمد رمزي. إذن هذا الرجل فعلا من الجبهة صار له سنين، ولكن لأنه جاء بتخطيط مع أرشد الصالحي ومع أحمد رمزي، الأستاذ حسن يقول نحن فصلناه من الحزب. هذه أولا. ثانيا مجلس المحافظة مجلس مطاطي بمجال كثير. الآن إذا عادت مثلا الجبهة قالت المحكمة أصدرت أمر ونحن سنحضر، باستطاعته أن يجلس ويتفاهم ويتفق مع المكونات، مع أعضاء المكونات سواء كان كردي عربي، ويصل إلى اتفاق. بالاتفاق ربما يسحبون الثقة، مجلس يعقد جلسة يسحب الثقة من أستاذ ياوز ويقدم المرشح الذي يقدمه الجبهة. هذا وارد. نعم. لأنه المسألة تصويت وليست تعيين وختم مدى العمر، وتعتمد على الاتفاق السياسي. نعم تتفق. ولذلك أنا أقول الاعتراض اللي قدمه الإخوة في الجبهة يجب أن يخطو الخطوة الأولى، هي المشاركة في المجلس، ومن ثم يطرحوا. الآن 17 مقعد على ما أظن، 17 موقع مدراء دوائر موجودة، وقسم تركمان قسم لا. عندما يحضرون بإمكانهم مناقشة كل هذه الأسماء، وخصوصا الجبهة التركمانية كما قلت عضوين من الجبهة، اثنيناتهم من الجبهة، ولكن اختلاف نعم. الرأيين. سيد نجاة، خليني استثمر وجودك وخبرتك وتراكماتك، يعني بصراحة، واحنا برنامجنا بصراحة، من يمثل اليوم التركمان؟ أرشد الصالحي، سيد أرشد الصالحي، أم سيد حسن توران؟ على المستوى الشعبي الاثنين، على المستوى الشعبي. نعم. أما على المستوى الحزبي نعم، الجبهة حزب لديه إمكانات، لديه إعلام، لديه وأكثر من 15 سنة كان أستاذ أرشد منو كان يعرفه؟ لما جاء من سوريا كان ممثل الجبهة في سوريا، وعندما استبعد دكتور سعد الدين جاءوا به، ولذلك اشتهر خلال 14 سنة، وإلا قبل ذلك ما حد كان يعرف أستاذ أرشد. كان رئيس جبهة، الآن له قاعدة، له جمهور، عشرات الآلاف من الجمهور. إذا لا يمكن مع الجبهة، لكن لا يمكن بنفس الوقت التغاضي عن دور سيد أرشد. ليس أمام الأخوين الأستاذ حسن توران والأستاذ أرشد إلا الجلوس والتفاهم والخروج باتفاق، لأن كل منهم لديهم جمهور في الشارع، ولذلك أي خلاف، أي انشقاق يؤدي إلى انشقاق الشارع ويؤدي إلى تضعيف المكون التركماني. أنا في برنامج قلت وأكرر، المفروض الإخوة في الجبهة سواء كان أستاذ أرشد أو الأخ حسن توران أو من معهم من الطرفين، الخلافات أن لا يظهروا في الإعلام. اقعدوا في غرفة مغلقة، واحد يكسر راس الآخر ماكو مشكلة، ولكن أمام الجمهور، أمام الإعلام، هذا يضعف المكون التركماني. عندما يذهب يتفاوض مع المكون العربي أو الكردي، عندما يصر على شيء يقول يا إخوان أنتم بيناتكم ما متفاهمين، كيف سيتفاهمون مع البقية؟ هذا يضعف المكون التركماني. ولذلك أنا قلت أرجو من الطرفين الأستاذ حسن والأخ أرشد الصالحي، دعوا خلافاتكم خلف ظهوركم واجلسوا معا من أجل مصلحة المكون التركماني. أنا قلت مثال، قلت ما صاير بيناتكم لا قتال ولا قتل ولا حرب. عزة الدوري ورا 8 سنوات من الحرب مع
الجمهورية الإسلامية في إيران، ذهب وزار قبر الخميني رحمة الله عليه، ذهب لزيارة الخميني في حين يوميا كان شتائم وسباب. هكذا السياسة، من أجل مصلحة شعبك يجب أن تترك. الآن ما بين الأخ حسن والشيخ صالح وما صاير لا قتال لا دماء لا خلاف في الرأي، ليجلسوا ويتفقوا على ما يرونه مصلحة الشعب التركماني، ومن ثم يذهبوا بورقة واحدة إلى المحافظة. نعم. السيد هداية، خلينا نحكي على موضوع التدخل الخارجي. يعني اليوم بصراحة اليوم المرجعيات الداخلية أو حتى المرجعيات الخارجية ايش قد لها تأثير تلعب حتى على دور في عمل الإدارة الجديدة لمحافظة كركوك، والتأثير حتى على المجلس. اليوم شفنا في الأيام الماضية انسحاب ل7 أعضاء لبعض القرارات. فيما يخص التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة كركوك أيضا شفنا اختلاف وانسحاب. اليوم احنا مثل ما ذكر جنابك الكل متطلع على انه انتخابات كانت ماكو، صارت انتخابات. اليوم البعض يقول او الاغلبيه تقول اكو تناغم، اول مره نشوف اتفاق كردي عربي، كتله واحده، ناس تزور ناس، الامور تمام. لكن في المناصب هناك انسحابات. هذا الانسحابات تخص نفس العضو ام مرجعيته تأثر عليه؟ ايش قد اليوم التدخلات الخارجيه تأثر او حتى مستقبلا راح تأثر على عمل إدارة جديدة؟ بالتأكيد للأسف يعني منذ 2003 ولحد الآن هناك تدخلات خارجية، هناك أيادي تعمل على زرع فتنة ما بين مكونات كركوك حقيقة. نعم. وشفناه يعني حقيقة هناك معلومات وليس هذا يعني معلومات حقيقية، وهناك وثائق تؤكد هذا الموضوع. يعني حتى في تشكيل إدارة جديدة أيضا هاي الدول الأقليمية والدول الخارجية كان لها دور سلبي في بقاء الوضع كما كانوا يريدونه هم أو حسب ما يريدونه هم. لكن مع كل هذا تحدي اللي صار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وعقلية الرئيس بافل طالباني يعني يمشي حسب سياسة الأستاذ مام جلال الله يرحمه في كركوك. وفي كثير من الاجتماعات عندما يجتمع بنا يؤكد على ضرورة أنه يعني تقوية التعايش السلمي ما بين المكونات في مدينة كركوك، ويؤكد على عدم الانجرار إلى اختلافات مع المكونات. لكن للأسف لحد هذه اللحظة هناك تدخلات، وتدخلات بالتأكيد تأثر على عمل المجلس، تأثر على عمل الإدارة. أنا حتى أستاذ ريبوار والرجل يعني رجل يعني يمشي أو يعمل بشكل يرضي الجميع الآن. حتى هو كاتحاد وطني كردستاني كيف ترون خطوات السيد ريبوار طه لغاية الآن؟ ولحد الآن الرجل يعمل من أجل الكل. نعم. يحسب نفسه ليس فقط للاتحاد الوطني الكردستاني أو للكرد، وإنما يعمل جاهدا لخدمة جميع أهالي وجميع المناطق بدون تمييز، لأن يعني هناك كان تمييز في السابق. نعم. يعني في حقبة الإدارة السابقة كان هناك نوع من التفرقة ما بين الأحياء والمناطق والأقضية والنواحي، لكن الآن نرى هذا بأم عيوننا بأنه يزور كل المناطق، ويرى عندما يرى أي خلل في أي منطقة يعمل على حل هذه المشاكل. نعم. فمسألة الخلافات داخل المجلس يحصل، لكن ماكو انسحابات، هذا الخبر غير صحيح. لكن في قضية أنه تصويت على الوحدات الإدارية، الأخوة العرب هم بيناتهم يعني ما كانوا اختلاف داخل المكون نفسه. نعم يعني ما كانوا حاضرين يعني، أو بعض المرشحين السيفيات قدموه ليست كاملة، فلهذا الخلل كان هناك، وليس ماكو هناك اختلافات يعني بين الأخوان داخل نعم. المجلس. نعم. خليني أنتقل لسيد نجاة. سيد نجاة، كمكون تركماني حسب وجهة نظرك اليوم احنا ناخذ السيد نجاة هو مو بس ممثل المكون التركماني، ايضا كمحلل وصاحب شأن. استحقاقه اخذه حسب وجهة نظرك بالاطار العام اليوم المناصب اللي شفناها من مدراء اقضية، نواحي، مناصب ادارية، هل هذا استحقاق المكون التركماني ام اكثر من استحقاقه هو عنده مقعدين
يلبي طموحات المكون التركماني؟ هناك غبن من الإدارة الجديدة بإعطاء المكونات أو إعطاء المناصب المكون التركماني؟ يعني أولا إحنا كتركمان بعد سقوط الطاغية كنا نقاتل من أجل مدير قسم، نعم. مدير فرع، وليس نائب محافظ أو مثلا معاون محافظ أو كنا نقاتل من أجل منصب بسيط. الآن الأبواب مفتوحة أمامنا لأكثر من 17 مقعد. أنا لا أريد أن أقول هل هذا استحقاقنا أم لا، ولكن أقول لنحصل على الموجود ونطالب إذا رأينا بأنه غير كافية. دائما السياسة فن الممكنات. نعم. أنت تطلب 100%، تحصل 50، أخذ 50 واشتغل على بقية 50، أما لو 100 لو ما أريد. هذا ليست سياسة، هذا أنا في تصوري عشوائية. هذه أولا. ثانيا بالنسبة للمنصب، أنا كسياسي وكإداري عندما أكون مثلا أنا كتركماني الآن لدي مقعدين من مجموع 16 يساوي 15%، لا يمكن تمرير أي قرار لمصلحة المكون التركماني بهذا الصوتين. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ علي أن أفعل كعضو أن أنسق وأرطب العلاقات وأقوي العلاقات مع بقية المكونات. عندما آتي بمشروع في منطقة تركمانية ضرورية جدا ومهمة وحياتية، عندما يكون لدي علاقات مع المكون الكردي والمكون العربي سأحصل على التصويت 100% على المشروع. أما إذا كان علاقاتي غير جيدة، مقاطع مع هذا مقاطع مع ذاك، تهجم صحفي على هذا لا أستطيع أن أقدم شيء. ولذلك كما قلت عضو المجلس يجب أن يستخدم السياسة في تقديم الخدمات، لا أن يستخدم تقديم الخدمات من أجل السياسة، يعني يخدم نعم. المكون ولو على حسابه الشخصي. هذا مهم جدا. أنا أتذكر كعضو مجلس لما يكون هناك عندنا اجتماعات في المجلس، احنا كنا 41 عضو في المجلس، نقعد 3-4 ساعات على ما نتفاهم على جملة يطول يوم، مرات نبقى للعصر بسبب العدد الكبير، العدد الكبير وآراء متحيزة ومتفرقة. ولذلك فكرنا في حين تشكيل لجنة تنسيقية. تم الطلب من كل مكون ترشيح 3 أعضاء، 3 من الإخوة الكرد، من الإخوة العرب، من التركمان، مجموع 9 أو 10. هذه اللجنة التنسيقية أنا كنت عضو بي. احنا كل المواضيع يطرح على الطاولة ونفكر ونقدم حلول ونقاط، لا نقرر ولكن مقترحات، ثم نطرحها على المجلس يقرأ النقاط ويصوت على أيهما الأصلح. ولذلك التفاهم يجب أن يكون انطلاقا من داخل العضو. عندما يكون علاقتي جيدة مع المحافظ سوف لن يرفض لي طلب، حتى بعض الأمور حتى لو كان غير قانوني سيمرر بالعلاقات كما قلت. ولذلك أنا كتركماني عندما أجلس على مقعدي في المجلس يجب أن أجعل الكردي تركماني والعربي تركماني. عندما يكون لدي مصلحة تركمانية يجب أن أقنعهم بأن يصوتوا معي، لا أن أتراشق إعلاميا معهم، ولذلك سيكونون حجر عثرة أمام ما يريد الشعب التركماني من نعم. طريقة توزيع اللجان سيد نجاة، وإحنا تطرقنا ويا جنابك حول تقسيم اللجان ورئاسة اللجان، التبليغ حول عقد الاجتماعات، كيف تراها في المجلس الحالي وكيف كانت بالمجلس السابق؟ يعني المجلس الحالي أنا بصراحة بعدني ما مطلع، لأنه بعدهم الإخوة في طور التبريكات. أنا أرى الناس يروحون يقدمون ورود وبعدهم يستقبلون المهنئين. نعم. هل بدأوا بالعمل الفعلي أم لما؟ ما احتمال بادين، أنا ما عندي معلومة. ولكن احنا كلجان في حين كان عندنا 13 لجنة، كل عضو 5 أعضاء. احنا في ذاك الوقت كان عدد 41، 3 من الإخوة الكرد، 1 من التركمان، 1 من العرب، 5. القرار كان نصف زائد 1. أي لجنة يريد يأخذ قرار لازم نصف زائد 1، والنصف زائد 1 موجود لدى الإخوة الكرد. يعني كل القرارات باستطاعتهم تمريره، ولكن اشترطنا واتفقنا عليه بحيث يجب أن يكون هذا الواحد من المكون الآخر. يعني عندما يكون 2 من الإخوة الكرد طالبين فتشي أو 3 ما يحسبوا النصف زائد 1، لازم 1 من التركمان أو العرب يكونون معهم في تمرير القرار. توزيع اللجان هكذا كان. أما الآن العدد لا يسمح بهذا العدد. الآن كل لجنة 3 أعضاء، واللجان 11 لجنة، ما أدري يمكن 11 أتصور 11 لجنة أساسية موجودة، خدمات وصحة ومشاريع
نزاهة، هذه الأمور مهمة جدا. ولذلك كل عضو يتحمل أكثر. الآن مثلا الإخوة العرب ثلاثة مشتركين، إذا يشتركون في 11 لجنة يعني يكون عليه كل واحد 3 لجان ونص، 4 لجان، 4 اجتماعات كل أسبوع، و4 قرارات، و4 زيارات، و4 لقاءات، صعبة جدا. ولذلك يجب أن يشارك كل المكونات في المجلس. نعم، وهذا سوف أعود لأخذ كلمة أخيرة منك سيد نجاة قبل لا نختم، لكن خليني أشوف السيد هداية شلون ينطينا نظرة مستقبلية حول العمل في إدارة مجلس محافظة كركوك. اليوم العين كلها على السيد ريبوار طه، هناك مطالب وطلبات كثيرة لم تحقق في السابق وباقية غصة في الشعب الكركوكي. هل يستطيع السيد ريبوار طه تأديتها أم هناك أمور مرتبطة أيضا ببغداد في كثير من الملفات الخدمية؟ نعم، هناك معاناة حقيقة حاليا داخل إدارة كركوك بسبب أزمة عدم توفر ميزانية تنعكس على أداء السيد المحافظ بالتأكيد. نعم. لكن مع هذا سيد ريبوار بالأسبوع بيوم أو يومين هو ببغداد، يحاول أنه يقتنص الكثير من المشاريع من الوزارات، واشتغل على هذا الموضوع. وهناك مشاريع هو حصل عليه حقيقة، يعني الرجل ما متوقف، لكن هذه معاناة حقيقة، لأنه بسبب سوء إدارة السابقة، ويعني لحد الآن ليس هناك معلومات يعني هذه الأموال أين ذهبت. أكثر من 20 مليار لحد الآن ماكو، لا وصولات لا مشاريع لا كل شيء ماكو. فلهذا إذن من استلم الميزانية خاوية. لكن مع هذا الرجل يحاول يجلب بمشاريع من بغداد، يعني بجنبة مالية من بغداد، من أجل أنه سد بعض المسائل الخدمية في مدينة كركوك. فبالتأكيد عمل المجلس عمل مهم، عمل رقابي، عمل خدمي يجب أن يفعل، لكن بعد عودة إخوان. نعم، متفائل بالمستقبل أنا متفائل. يعني كاتحاد وطني كردستاني اليوم المسؤولية ملقاة على عاتقه كون المحافظ يمثله، شنو توعد أهالي كركوك؟ نتحمل هذه المسؤولية الكبيرة نعم اللي اؤتمنا من قبل الشعب في مدينة كركوك. فبالتأكيد الاتحاد الوطني الكردستاني يخطو نحو تعزيز العلاقات ما بين المكونات الدرجة الأولى، وتقديم أفضل الخدمات، لأنه كان يقدم خدمات لكن رديئة كلش. لكن الأستاذ ريبوار يأكد على أنه يكون هناك جودة في قضية الخدمات في مدينة كركوك على كل المستويات. نعم، وهذا ما نتمنى. خلينا أخذ كلمة أخيرة من سيد نجاة. أريد منك رسالتين. الرسالة الأولى للسياسيين التركمان، الرسالة الثانية للشعب التركماني، كون احنا نريد نستغل وجودك حتى نخاطب الجمهور التركماني. شنو رسالتك للسياسيين التركمان ما بين السيد أرشد الصالحي والسيد أحمد رمزي، والجبهة التركمانية ما بين السيد حسن توران وأيضا السيدة سوسن، وأيضا للشارع التركماني اللي صاير بين منا ومنا مدى يعرف من الأصح نروح، الأصح نقاطع، الأصح ننتظر. هاي رسالتي نوجهها حتى قبل لا يعني ما أرجوه من الإخوة المسؤولين والأخوين بالذات، نعم. حسن توران وأرشد الصالحي، أنتم صار لكم 20 سنة في نفس الموقع تقريبا، رئيس جبهة، نائب رئيس جبهة، الآن انقلب الموضوع، ولكن على الأقل 18 سنة معا تعملون من أجل خدمة الشعب التركماني، هكذا تقولون. الآن إذا كنتم صادقين في أنكم تعملون من أجل خدمة الشعب التركماني، أول خدمة تقدمون للشعب التركماني هو أن توحدوا الصفوف. وحدة الصف التركماني قبل كل شيء، قبل أن تذهب المطالبة بموقع فراش وليس مدير. وحدوا الصف ومن ثم اذهبوا وفاوضوا، هذه أولا. ثانيا عليكم أن تشاركوا في الإدارة وبفعالية، لأن عددنا احنا 2. الاثنين مو مثل 4 و5 و6، الاثنين يجب أن يكون فعال بحيث يغطي 6-7 أعضاء من بقية المكونات. نعم. هذه بالنسبة للمسؤولين. بالنسبة للمكون الشعب التركماني، أنا أرى أن المكونات أو الشعب الكركوكي سواء كان تركماني كردي عربي متقدمين بآلاف الخطوات والأشواط على المسؤولين. هم يعيشون كإخوة،
نعم. بدون أي تفرقة. نرى اختلاف بين المكون التركماني نفسه أو بين الشعب التركماني نفسه ما بين سيد أرشد الصالح وما بين حسن توران. هذه مسألة شخصية، خلاف شخصي وليس مصلحي، ليس من أجل مصلحة الشعب التركماني. نعم، نحكي على الشعب مع أو هذا كيف؟ أنا أرى الشعب أو المكون التركماني، طبعا كل الأخ حسن عنده جمهور والأخ أرشد نعم. عنده جمهور. طبعا السياسي ليش أعطي كل هذه الهالة الإعلامية؟ نعم. لأن السياسي يجب أن يكون ذو عقلية رشيدة يقود المجتمع، لا المجتمع يقود المسؤول. نعم. إحنا الآن المجتمع يريد أن يقود المسؤول. المكون التركماني كشعب الكل منزعجون من هذه الخلافات، ممثلي أو مشجعي أو مؤيدي الطرفين منزعجين. نعم. يتمنون أن يتوحد الصفوف، ولذلك المكون التركماني يريد أن يكون حقوقه مضمونة، وأن يعمل بفاعلية، وأن يعمل على بناء روح التآخي بين مكونات كركوك، لأنه كركوك نعم. هذا كالسفينة. نعم. أي خرق كردي عربي تركماني متطرف يخرق السفينة كلنا سنغرق، ولذلك يجب أن ندعم أحدنا الآخر يدا بيد. مسؤولي أعضاء الكرد يجب أن يخدموا التركماني والعربي قبل الكردي، والتركماني كذلك. نعم، وهذا ما نتمناه. السيد نجاة حسين عضو مجلس محافظة كركوك السابق، أشكرك جزيل الشكر لتلبية الدعوة وانضمامك إلينا. الشكر موصول للسيد هداية الطير، نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا لتلبية الدعوة والحضور لبرنامج بصراحة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، وحق الرد مكفول لجميع الأسامي التي ذكرت خلال البرنامج في أي حلقة كانت، ونحن دائما ما نحاول أن نكون نلزم العصا من الوسط، وأن نعطي لكل مكون حقه في جميع الاستضافات ما بين العرب والكرد والتركمان، ونبقى نطالب ما دائما الجبهة التركمانية بأعضائها أن يلتحقوا بالبرنامج لكي يوضحوا الفكرة أو ما يرون من طلبات، ولكن في أغلب الأحيان يعني يعتذرون عن الحضور مشاهدينا. نشكر لكم جزيل الشكر حسن المتابعة. تحياتي وتحيات فريق العمل، ألتقيكم في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.